أسمع كثيرا عن حارة وباب المغاربة، لكن هل كنتم تعرفون كيف وصلوا إلى القدس ومن قادهم إلى هناك؟ تعالوا معي لأحكي لكم القصة. مع انطلاق حملة صلاح الدين الأيوبي لتحرير بيت المقدس عام 1187 هب الشيخ الجزائري أبو مدين شعيب الغوث بعمر 75 عاما لنصرته في معركة حطين. جهز شيخ الشيوخ جيشا مكونا من 1000 فارس وآلاف المشاة، وكان السواد الأعظم من أتباعه من مدينة بجاية الجزائرية، حيث تكثر مدارس وزوايا حفظ القرآن. استبسل الجنود الجزائريون والمغاربة في هذه المعركة، حتى أن أبو مدين فقد إحدى ذراعيه ودفنها هناك. توجت تلك التضحيات بانتصار المسلمين على الصليبيين، وفتحت أبواب القدس الشريف. كان من نتائج ذلك الدور العظيم لأتباع أبي مدين أن قرر صلاح الدين مكافأتهم بأوقاف كبيرة كي يبقوا في القدس ويصبحوا حائط صد في وجه الصليبيين. عاد أبو مدين الغوث إلى الجزائر قبل أن توافيه المنية في مدينة تلمسان، تاركا إرثا ثقافيا ودينيا لا ينسى.